ورحمة الله وبركاته. متابعين ايران البركات. النهارده طبعا في راجل محترم كان واخد مننا شغل قبل كده برضه، وجي استلم الشغل اهوت بتاعه. خدت بالك؟ بعد برضه راجل محترم تبعه سواق جاي ياخد الشغل بتاعه. دي طبعا شغل مزارع بركات يا جماعه، زي ما انتم شايفين. دي حاجات لسه 3 شهور، لسه ما قدامها شهرين عشان تشتغل. الراجل دي واخدها طبعا هيعدي بقى الشويه بتوع الحر. هيكون الام ديت كبرت بسم الله ما شاء الله، هيكون وزنها بقى محترم، هتكون جابت عمر الوزن، عمر البلوغ بتاعها يعشرها، مفيش اي مشكله. احنا بنناشد الناس اللي هي مثلا شايفه السلاله غاليه ولسه الموسم قدامه شويه عشان يشتغل وكده، ومفيش سلاله قد كده في السوق، ممكن تاخد حاجه صغيره زي دي كده مثلا 3 شهور ارنب بسم الله ما شاء الله اهو. هتاخد الارنب ده هيشتغل معاك، هيعدي الشويه بتوع الحر، هتلاقي الام دي وزنها بقى كويس، وزنها فوق ال 3 كيلو ونص، خدت بالك؟ داخل على 4 كيلو، هتلقحها في الطراوه هتشتغل معاك حاجه زي دي كده بسم الله ما شاء الله. بس يا بابا، بس يا بابا اهو ارنب تاني برضه اهو ابيض. الارنب كلها اسطمبه واحده يا جماعه عشان مفيش حد يفكر ارنب صغير ارنب كبير اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه الله اكبر عليه اهو. دي سلاله مزارع بركات اه، حاجه بسم الله ما شاء الله. واللي عنده زي ده يا جماعه ربنا يبارك له، ربنا يبارك له ويزيده باذن الله. حاجه برضه ايه، شنشيله من الشنشيله الاحمر. ارنب عامل ازاي بسم الله ما شاء الله، ارنب شعرته ناعمه، ارنب بص الجلد بتاعه حتى ما بتعرفش تمسكه. بسبب ايه؟ بسبب ان الارنب فيه كتل عضليه. ارنب زي دي كده مليان لحم، يشيل معاك وزن. فيها صحه. الام اللي فيها عضلات دي يا جماعه بتبقى صحتها قويه، بتبقى جامده. خدت بالكم؟ اهي في حاجه تانيه دوتش. حتى الشعره، بص الشعره بتاعت الارنب شعره قصيره. الارنب بص عامل ازاي بس مش الارنب واكل حته الشكاره في بقه. ماشي، خدت بالكم اهو. طبعا احنا بنشحن وبنودي الشحن بتاعنا ببرانيك والكلام ده، بس ايه، برانيك خلصت فهنحط الحاجه دي في الشكاير دلوقتي وهتشوفوها اهي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، سلاله مزارع بركات 3 شهور، لسه 3 شهور وبالطول ده. شوف طول السلاله، السلاله ما فيهاش كرش. الناس اللي بيقول لك سلاله فاكهه مفيش كرش، ما تلاقيش سلاله في السوق بالمنظر ده، ما تلاقيش سلاله فيها العضلات دي. عضلات، بص الظهر، سامعين صوت الظهر؟ مفيش كرش. ارنب طويل، ارنب شعرته قصيره، ارنب شعره ناعم، يديك تحويل. دي برضه من المميزات، حرام عليك ماشي، من المميزات اللي هي بتميز السلاله في مزارع بركات. شوف، الله اكبر الله اكبر. حاجه الوان، والالوان بتاعتنا الوان حلوه. احنا بقى ما بنمشوش بقى ولا الالوان اللي هي اللي معموله بالشغل الكمبيوتر دي، لا الالوان عاديه اهي. الارنب يمشي في اللحم، تاخد في اللحم، محدش داجل يتكلم معاك فيه. بص الارنب طول قد ايه، لسه 3 شهور، بالك دي بقى لما يوصل 5 شهور. بس يا احنا بنناشد الناس في مزارع بركات، اللي عايز اي سلاله طلع سلاله زي دي، حاجات اهي 3 شهور تطلع، تاخد معاك شويه بتوع الحر يخلصوا، تخش تشتغل موسم كويس، موسم تشتغل بيه بام كويسه. واحلى ام تاخدها اللي طالعه في الحر. الامهات اللي طالعه في الحر دي بقى، الحر خلى جسمها زي الحديد، استحملت. بص يعني اكتر فتره مرت على الارنب ديت وفيها شقه ليه وفيها تعب ليه واجهاد ليه هو الصيف. في يوم عدت في الصيف وعدت الدنيا بحالها معاها في الصيف ديت، خلاص الام دي تلاقيها صحتها زي الحديد، عكس الام اللي في الشتاء اللي هي تبقى في الشتاء يابا. بس يابا دي حاجات تتلعب فيها بالعناية بس. ودي الشكاير يا جماعه اهي، تحطوا في الشكاير. حبيت اعرفكم ماشي. الشكاير طبعا مخرمينها اهي عشان الراجل ياخد فيها، جايب توك توك هيتحط الشغل فيه، مفيش اي مشكله. واللي جاي برضه يعني الناس بنناشد برضه، الناس اللي جايه برضه يا جماعه معلش يجيب حاجه معاه، لان احنا بنجيب برانيك كتير وبتخلص، خدت بالك؟ واللي بياخد طبعا البرنيكه ما بتجيبهاش عادي، احنا مش فارق معانا، بنبقى جايبينها كده للناس. بس ايه، واحد زي دي مثلا راجل جه اهوت ما فيش حاجه، البرنيكه كانت خلصانه، هنضطر نحطها في شكاره. وانا ما بحبش احط الارنب في شكاره، الارنب لما بتحط في برنيكه زي دي كده كل واحد لوحده كده في برنيكه بيبقى واخد راحته، عكس الشكاره اللي بتبقى مقفول عليه. بس احنا عاملين حسابنا برده مخرمينها من كل حته، بس احنا بنناشد الناس اللي جاي يجيب حاجه معاه يبقى افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.